بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادا نشارك معكم واحد الكيك اللي الصراحة أنا وليت مدمنة عليها، كيكة مشكلطة عامرة شكلاط، يعني كتطلع لك ديك هرمون السعادة. الصراحة والله العظيم إلا واحد الكيكة من أروع ما يكون. كنديرها وكنعاود نصايبها عاوتاني، واللي ذاقها عادي كيسولني على المقادير ديالها. فكما وعدت بزاف ديال الناس انني غادا نحطها في القناه ديالي، ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. فراها كيكه في متناول الجميع ومن اروع ما يكون، يعني كيكه فيها مزيج ما بين يعني هكا شوكولا نوعي شوكولا نوعيه جيده وجوز او الجوز. الصراحه كتعطي واحد لوغو اللي رائع رائع رائع. انا الصراحه كما قلت لكم فما بقاتش كتخطاني، غندوزو للمقادير ومن بعد نعطيكم الطريقة. فبالنسبة للمقادير فراه عندي 2 البيضات بدرجة حرارة المطبخ، وعندي قبيصة ديال الملحة، عندي كأس ديال زيت نباتية وكأس ديال الحليب. بالنسبة للحليب فراه خديت واحد الكاسرول سخنتها وطفيت عليها العافية وخويت فيها داك الكويس، لأن الحليب ولا كيشد البرودة بزاف. عندي كأس ديال السكر حبيبات، وبالنسبة للعبار راه بكأس العنبة، يعني بكأس اللي كيوزن 150 مليلتر بالنسبة للناس اللي برا. 2 ساشيات ديال الخمارات وفاني، وواحد 2 معالق كبار ديال بومبي ديال شوكولا غبرة اولا بودغ، وجوج كيسان ديال الطحين الابيض. وهنا هذاك الخليط اللي قلت لكم مزيج ما بين الجوز وشوكولا غيش، قطعتهم مزيان. انا دوزتهم غير في الهاشوار، ها نتوما كيجيو كيعطينا. خديت هنا نوع ديال الشكلاط، درت هذاك اللي بالحليب، الصراحة كيجي غزال. فبالنسبة للطريقة راها ساهلة. كان في هذا الأثناء درت الفران كيسخن ودرت هذاك البول، درت فيه الملح ودرت فيه السنيدة ودرت فيه البيضات ضروري. راه حنا الحال بارد ما بقيناش كنديروا البيض في الثلاجة، غير هو بالنسبة للحليب باش يعطيكم هذاك القوام ديال الكيك ديالكم يجي خفيف ويجي طالع. الا درتوها مع الا درتو بارد بهذا الجو راه بحال كان في الثلاجه. شديت هذاك طلعت هذاك البيض مع السنيده صافي، وضفت ليه الحليب وحركت غير بمهل غير شويه صافي. وغادا نضيف ليه هذاك الحليب حتى هو، والمول حتى هو راه دهنته. هنا غادا ندير المول كما شفتوا في الاول ديال الفيديو، راه المول طويل. الطحين ضروري انه يكون منخول، انا هنا نخلته مرتين صافي. غادا نضيف ليه هذيك 2 ساشيات ديال الخماره، الوزن ديالهم 14 غرام، كل وحده كتوزن 7 غرام. بالنسبه للطحين 2 كؤوس وزنوا ليا 200 غرام، الكاس كيوزن 100 غرام. 2 معالق هاد الشوكولا. دائما نحاولوا انكم تقلبوا على شي شوكولا اللي ما كتكونش هذيك الداكنه، فالداكنه راه كتكون غير صباغه، فراه هادي وكتكون الرائحه ديالتها كتعطي الفرق في الكيك. صافي كنحاول هنا راه غير انني مسرعه لا فيديو، فكنحاول انني كنحرك غير هكا بشويه. ها نتوما القوام ديالها فراه ركزت لكم باش تشوفوا القوام ديالها. وضروري في الاخير من واحد الملعقه ديال الخل اللي كتشكل لنا الفرق في الكيك، فراه ضروري منها حتى هي. شوفوا القوام ديال الكيك، ركزت لكم باش تشوفوا القوام باش على قبل الطحين. وانا صافي جربت 2 انواع ديال الطحين، راه هزات معايا 2 الكؤوس ما يعادل 100 غرام. غندير نصف الخليط، نصف الكميه ديال الخليط ديال الكيك ديالنا وصافي. وغادا نضيف ليه هذاك المزيج ما بين الجوز والشوكولاته، ونضيف الجزء التالي تاع الكيك. صدقوني في هاد المرحله هادي اولا هاد الجوز اللي كنضيف ليه وهاد سميتو راه كيشكل فرق كبير في المذاق ديال الكيك. وكتجي واحد الكيكه اللي ممكن اننا نستقبلوا بها الضيوف، نديروها انا ضروري هكا مع كويس القهوه من وراء الغداء، ضروري شي حاجه حلوه. هذاك الخط اللي درت فيه غير الكيكه باش تلقى المتنفس ديالها. وهنا هذه اختياريه لي بيبيت شوكولا، حتى هما كما قلت لكم نوعيه تكون جيده، دائما انا حاطاهم عندي.
الفران مشعول على 180 درجة. ضروري نردوا بالنا لأن هذا الكيك ما كيبغيش يتشرب بزاف. هنا درت خطوط غير شديت معلقة ديال الشوكولا ديال الدهن وضفت لها قليل من الزيت على حمام مائي وصافي، درتهم هكا، درتهم في واحد البوش ودرتهم في خطوط. فراه باقي مازال سخونه الكيك، وهنايا راه غير ولدي اللي كيصورني فسمحوا لي. ها نتوما شوفوا القوام ديالها، كيجي الصراحه كيجي واحد القوام اللي هو رائع، كيجي غزال ما شاء الله. فاكيد انكم الا جربتوها حتى نتوما غتوليو مدمنين عليها لانها تستحق التجربه. وما خليو لي واحد دعيوه بالخير، دعيوه ديال ف يعني دعواتكم يعني راه الصراحه مزيان كاع في صالحي. وسمحوا لي على ارتباك في الهضره لانني شحال هذه ما حطيت.